ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح عملت اسك بس بعتذر جدا ما قدرتش ارد عليه وكده، كنت تعبت شويه امبارح وبسبب الضجه اللي حصلت عندي برضو في البيت والتوتر. الناس اللي قعدت تهبد الباب علينا وعايزين يدخلوا غصبا عننا وكده. ما علينا، بس يلا بينا بقى نعمل اسك وكده. انا دلوقتي بتمشى وقلت اقعد كده اعمل اسك وارد عليكم كده عشان وحشتوني. يلا طلع ارد بمناسبه ان نص الاسك عندي بيتكلم عن عمرو. الموضوع ده يا جماعه انتهى بالنسبه لي. انا مش سيره عمرو مش هتيجي تاني عندي في الاكونت. كل الفكره ان هو دخل على الفيسبوك وعمل كومنت عندي في العام، فاضطريت ان انا ارد عليه برده في العام وبس. لكن ده كان صفحه واتقفلت خلاص من حياتي. وبرده كان في ما بيننا عيش وملح وما بتكلمش على حد في ما بيننا عيش وملح، وهو اللي بدأ. خطيبك معلش بيشوف؟ ايوه الحمد لله، انا لسه ما بشوفش غيرها. اتعرفنا على بعض ازاي يا ابراهيم؟ اول ما شفتها وهي مروحه من المدرسه كنت في اولى ثانوي يا جماعه. رحت على طول شفت هي ساكنه فين، عرفت كده من بعيد وعلى طول طلعت كلمت والدتها. انسانه كويسه جدا وحابب بيا، بس كان ساعتها يعني لسه صغيرين. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان ما شاء الله مخطوبه لواحد اكتر واحد ملتزم بمواعيده، ما بيتاخرش ابدا. ده كده بجد كل يوم بنستناه 10 ساعات عشان يجي يا جماعه. شكرا يا قمر، ربنا يخليكي. اكيد انت العيون الجميله. فعلا من زمان بيقولوا لنا كده، بس طبعا ساره اكيد هي الاحلى مني. ربنا يخليك. لا انت الاحلى. هو من زمان من ايام الثانوي وهم بيقولوا لنا ان احنا شبه بعض قوي. اي حد كان يشوفنا مع بعض يقولوا انتوا شبه بعض قوي. والله هو فعلا زي ما نزلت في الكابشن بالظبط ان الحادثه جمعتنا والظروف كانت بعدتنا، لكن الحادثه جمعتنا. ابراهيم من وقت ما عرف حادثتي جالي المستشفى، وكان من اول حد اتبرع لي بالدم وفضل واقف جنبي كل وقت ينفع زياره فيه. جالي كل ايام حادثتي، وبعدين جالي زياره بعد ما رجعت البيت، بس بعدين قعد شويه مش عارف يتواصل معايا لغايه ما عرف يتواصل عن طريق عمتي، وهو رجعنا لبعض والحمد لله. يلا انا 28/1 وساره 1/10. شطور. شكرا يا قمر، احنا كمان بنحبك اكتر بكتير.